اعتقد ان حقن الورم الليفي اختيار جيد. فاضل نقول على نسب النجاح، يعني بننجح كل قد ايه؟ المريض اللي بنختاره لهذا السبب بنقول له عندنا نسبة 80 ل 85% ننجح في توقيف الدم وفي تصغير الحجم وتقليل الألم. خلاص. واللي كمان اللي الورم الليفي كبر والرحم كبر وضغط على المثانة بحيث ان الست بتخش الحمام كتير. الست تقول انا بخش الحمام كل ساعة 3 مرات من كتر ما المثانة اتضغط عليها قوي قوي قوي، فبقتش ما تشيل بول كتير. لما الورم بيقل في الحجم يبتدي يبعد عن المثانة وتبتدي تحس من الأعراض المشهورة قوي اللي بتتحسن موضوع التبول ده. ولذلك الستات اللي بنقول لهم يلا توكلنا على الله بيبقى عندنا امل 80 85% ان نوصل اللي احنا عايزينه. ما فيش حاجه 100% في الدنيا كلها. ولذلك على حسبنا الفايده اللي بتاخدها السيده الى جانب ان ما فيش مضاعفات مؤلمه، الى جانب في نفس الوقت ان نسبه النجاح العاليه، اعتقد ان حقن الورم الليفي اختيار جيد واصبح هو المطلب دلوقتي في الغرب كله. السيدات في كل بلاد الغرب كلها بيطلبوا قبل ما يعملوا يتعرض عليهم الجراحه انهم يعملوا حقن. يعني ما اقدرش اعمل حقن يا دكتور. عندنا في مصر الحقيقه الاتجاه العام بين زملائنا الاطباء في امراض النساء ان هم يبعدوا المرضى عن هذا التكنيك. يعني كل واحد اللي تكسبه لعبه، يعني كل واحد بيفكر ان الطريقه اللي بيشتغل بيها احسن طريقه، ولما بيختارها له بيختار الطريقه اللي هو بيفضلها، اللي هو متمكن منها، اللي هو بيعملها كويس، لكن ما بيعرضش عليها الطرق الاخرى. ولذلك من اجل العداله ومن اجل حسن الاختيار الدكتور نعرض على المريضه كل شيء. انا بيجي لي ناس واقول لهم لا روحوا اعملوا جراحه، لان عايز اقول انا مستشار، يجب اقول لك اللي ربنا يرضى بيه عليا، الا وهو اقول لك الكلام الصح حتى لو ما كانش عندي. علاج الورم الليفي بالحقن جميل ويجب عرضه على كل مريضه قبل ما تفكر انها تعمل علاج مختلف اخر. الفرق كبير قوي. ليه تعملي جراحه لما ممكن تتعالجي بالراحه؟